صباح الخير، صباح الورد، صباح العافية على عيون متابعيني الغوالي. شلونكم؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. ورجعت لكم بفيديو جديد. عندي روتين، راح أغسل الفراشات. بالبداية راح أغسل السطح وبعدين أغسل الفراشات. بنات، هاي الفراشات كانوا بهذا بيتي الجديد، هم مغسولين نظيفين، لكن مر عليهم شهر فغيرتهم. غيرت فراش البيت كله، فقلت راح اخذهم ذاك بيتي الاولاني، هناك افرشهم وهناك هم راح اسوي روتينات. فبالبداية غسلت السطح ووصلت للنص وانقطع المي. هنا بديت بالسطح وانقطع المي وظليت حايرة، فعفت الشغل ونزلت، وهنا بديت راح اسوي تمن احمر. هنا بالبداية خليت البصل امامكم، هنا ثرمت بصلاية واحدة، وكذلك هنا طماطة واحدة ثرمتها، وفلفل بارد ثرمته. هنا راح احمس بيهم، ومن بعدها راح اخلي التوابل والبهارات. هنا الملح، وخليت هنا ماجي مكعب واحد، وكاري، و7 بهارات. وهنا خليت معجون الطماطة حمسته حمسة زينة. وهنا نخلي التوابل اللي ذكرتها امامكم، وفلفل اسود شوية. ووراها راح اخلي التمن نقعته تقريبا نص ساعة، وراح اخلي عليه المي، وراح اجهز الغدا. وانتظرت المي ساعات تقريبا للظهر كلش. يلا اجا المي، بعد اني شفت نفسي تعبت، وواحد يضوج يعني يصير عنده ملل بصراحة. فقلت خلي انام واقعد العصر اكمل باقي الروتين. فالروتين اليوم انقلب من روتين صباحي من 8:30 تقريبا، تاليها مي ماكو، واخر شي غسلت الغراض بالليل. وهنا خليت له مي تقريبا سنتيم وشوية، احنا نخليه مقياس يعني عينش ميزانش تكون. هسه راح اهدره التمن وراح اصبه وراح تشوفوه امامكم. وهنا اجا ابونا جايب هنا سمكة مشوية، وحضرت الغدا، وسهمنا وسهمكم الف عافية. هنا على هاي الأكلة الدسمة بعد واحد ما يقدر، يعني بصراحة أني نعست فنمت. وقلت لكم بديت الروتين تقريبا العصر كلش اشتغلت. وهنا أحبتي المتابعين طلعت المفارش مال الشرابي مال جهالي، قلت خلي أغسلهم هم بطريقي. خليت لهم الزاهي وخليتهم التايس، وقلت خلي بين ما تنفر الغسالة أني محضرة المشر خليته بالسطح وغاسلته وهم نظيف. فقلت خلي أبدي هم أرجع علي السطح وأبدي أغسل بالمدات ذني. فرشتهم اثنيناتهم بالطول، فقلت حتى بسرعة ينغسلون فرد غسلة واحدة. وهاي غسلتهم أمامكم، نقعتهم بالمي، وبعدين خليت لهم الزاهي وفركتهم فركة زينة معدلة. طلعتهم يلمعون لمع، فقلت حتى أحضرهم وأخذهم من ذاك البيت وأفرشهم هناك. طبعا أنا ذاك البيت هسه بصراحة يريد له بالبداية راح أصبغه وبعدين أفرشه إن شاء الله هالأيام. أروح هناك وأبدي أفرشه وأنظفه. هو نظيف مغسول وهاي، فقلت لكم يعني محتاج شوية صبغ.
وراح ارتبه، وهم راح اسوي روتينات هناك حتى تشوفوها. هنا بديت اجلف بالمداد امامكم. هنا بديت اجلف بيهم، وراح اعليهم، وراح اشرهم على الحائط، وكذلك اخلي على المنشر المفارش مال الاطفال مال شرابيهم. وهنا صلوات حبايبي المتابعين، المي كلش قوي، تقريبا العصر كلش على المغرب، المغربية صارت تقريبا، وأنا هم بعدني أغسل بيهم، يعني بالبداية غسلت السطح فالمي كلش قوي فغسلتهم بسرعة. وهنا شريتهم، شو شلون صاروا يلمعون لمع، ونغسلوا غسلة مرتبة ومعدلة. وكذلك هنا دواسات هم غسلتهم، وهاي القطعة. وهنا كذلك هذا الشرشف غسلته بغسالة. وهاي المفارش، مفارش الأطفال هم غسلتهم وحضرتهم. وهنا اني نزلت لقيت ابونا جايب عشاء من برا خطية، فقلت بس احضر الفاكهة. هنا سويت الفاكهة بهذا الشكل قدمته. وان شاء الله يعجبكم فيديو اليوم، وسهمنا وسهمكم الف عافية. احبتي المتابعين لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس. مع السلامة حبايبي.